السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير، اموركم كلها مزيانه. هاد النهار غادي نحضر واحد الحريشات اللي صحيين 100% وكيجيو لذاذين. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. كنصايبهم بالتشيشه ديال الشعير والدقيق الكامل، الطحين ديال الزرع. كنتمنى هاد الحريشات ينالوا الاعجاب ديالكم، وندوزو ان شاء الله للمقادير وطريقه التحضير. في المقادير كنحتاجو عندي هنايا 2 كيسان ديال التشيشه ديال الشعير اللي رقدتها في الماء الليله كلها. دابا كنصايبها في الصباح. وإلا كنتو مزروبين يمكن لكم مثلا هي واحد الساعه د الماء ترقدوها في الماء سخون بزاف، ولا مثلا الا كنتو غتصايبوها في العشيه ترقدوها في الماء في الصباح، وفي العشيه غادي تكون مزيانه. الاهم انها تجي رطبه، انها ترطب، ما تبقاش داك الحبات ديال التشيشه قاصحين. عندي هنايا كاس ونص ديال الطحين ديال الزرع اللي شويه فيه النخاله. عندي واحد معلقه كبيره مع عمراج ديال الحبه السوداء، واحد معلقه كبيره ديال الجنجلان. عندي هنايا واحد معلقه صغيره ديال الخميره. عندي معلقه صغيره ديال الملحه. عندي القشور ديال البرتقال. عندي 3 ديال المعالق ديال السكر. عندي الخميره ديال 8 غرام، الخميره ديال الحلوى. عندي كاس ديال الماء دافي وزيت الزيتون. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. خديت واحد السلافه غادي نوضع فيها التشيشه اللي حطيتها كما كتشوفوا في هاد الصفايه. صفيت منها ديك الماء اللي بقى فيها. دابا غادي نزيد عليها الطحين او الدقيق ديال الزرع او الدقيق الكامل، السكر، الشور ديال البرتقال، الحبه السوداء والجنجلان. اللي ما بغاش يضيف القشور ديال البرتقال يمكن لكم تضيفوا السكر فاني ولا اي نكهه بغيتو. ضفت الملحه والخميره. غادي نزيد حتى الخميره ديال الحلوى. غنخلطهم مزيان مع بعضهم. هاد الحريشه كتجي صحيه كما كتشوفوا، راها بالدقيق والطحين ديال الزرع والتشيشه ديال الشعير. كتجي صحيه على الحرشه اللي كنديروها عيب السميده. واللي بغى يدير مثلا عي كميه قليله يدير عي النصف ديال المقادير وصافي. من بعد ما خلطتهم مزيان دابا غادي نضيف زيت الزيتون، المعلقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. غادي نضيف 4 ديال المعالق. غنرجع نخلطهم شي شويه. بان لي ان مازال خصها شي شويه ديال زيت الزيتون، زدتها واحد 2 معالق، المجموع هو 6 ديال المعالق. دابا غنزيد الماء دافي، غنضيف بعدا نص كاس ونشوف الا كان مازال خص عاد غادي نزيد.
بان لي عين نص كاس كافيها، لحقاش التشيشه شيخناها في الماء صافي شربات الماء ورطابت، يعني ما محتاجاش بزاف ديال الماء. دابا هي على حساب الدقيق اللي ضفنا وصافي. صافي كما كتشوفوها بركه عليها صافي مزيانه. دابا غادي ندوزو نطيبوها ان شاء الله. دابا عندي هنايا في هاد الطبسيل عندي شويه ديال السميده، واحد 3 ديال المعالق ديال السميده، وزائد واحد كاس ديال الدقيق اللي خلطتهم هكا مع بعضهم، ديال الدقيق ديال الزرع او الدقيق الكامل اللي وضعته في الحرشه. والصراحه تقدروا تستغناو حتى على السميده، ماشي ضروريه، عاد الدقيق ديال الزرع راه كافي، راه فات درتها وعيب الدقيق ديال الزرع وجات زوينه. دابا قلت ارا نزيد شي شويه ديال السميده. عندي هنا واحد الطبسيل خاوي، غناخذ واحد الكميه بحال هكا، غنصايبهم هكا دويرات او كويرات، غنحطهم باش ملي نجي نطيبهم يجيو لي ساهلين، يعني نقرصهم شويه ونطيبهم. دابا راه عندي المقله كتسخن، الا ما بغيتوش ديروهم هكا حريشات صغيره يمكن لكم ديروا غير حريشه وحده كبيره وصافي. هكا نغطيهم مزيان بهذا الدقيق والسميده. هنستمر بنفس الطريقه حتى نساليهم. من بعد ما سخنت لي المقله دابا غنبدا نصايبهم. غناخذ هادو ديال الحريشه، غادي نزيد شي شويه ديال الدقيق والسميده، غناخذ واحد الكره غنقد هكا، غنصايب واحده اخرى، واحد الكره نزيد شي شويه ديال الدقيق فوق منها باش ما تلصقليش هاد الغطايه هادي. طريقه سهله، ولا يمكن لكم ما تاخذوا شي بحال هادي، غير بحال هاد الغطايه وديروا فيها هكا السميده هكا، شي شويه ديال العجينه بحال هكا، ولا يمكن لكم تقرصوهم مع بيدكم، اي هادو كيجيو هكا مقادين حسن. غنستمر بنفس الطريقه حتى نساليهم ان شاء الله كلهم، ماشي حتى نساليهم كلهم وانما حتى نعمر المقله ديالي لحقاش درت واحد الكميه كبيره. وهادو هما الحريشات ديالي، كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. الصراحه كيجيو لذاذين وزوينين ومختلفين على الحريشات اللي كنصايبوهم بالسميده. الصراحه شحال ما شكرتهم، راهم زوينين، والاهم انهم صحيين 100%. كما شفتوا راني ضفت فيهم التشيشه ديال الشعير، الطحين ديال الزرع، الحبه السوداء والجنجلان، يمكن لكم تزيدوا فيهم حتى النافع وحبه حلاوه مطحونين، حبوب الشيا، اي حاجه بغيتو تزيدوها تزيدوها.
وكما سبق لي وقلت لكم الا ما بغيتوش القشور ديال البرتقال ضيفوا الفانيلا ولا المهم اي نكهه بغيتو. انا بما ان الحريشات صحيين فضلت انني نضيف القشور ديال البرتقال وزيت الزيتون. يمكن لكم نتوما تضيفوا الا بغيتوا الزيت النباتيه. الصراحه انا كيعجبوني هاد الحريشات تقريبا ديما كنديرهم وكيعجبوا حتى الوليدات الصغار. كنتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وشكرا بزاف على المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.